السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل ان شاء الله مع بعض كوكيز اللي بنشتريه من المخابز اللي اولادنا بتحبه، اللي بالشوكولات شيبس. اتمنى ان الوصفة تعجبكم واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. احنا بنحاول نعمل بكل الطرق البسيطة والسهلة، وبتبقى غير مكلفة شوية بالنسبة لحاجات كتيرة. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين الكوكيز مستوي بدرجة ممتازة. انا بحبه يبقى يعني ناعم شوية عن البسكوت اللي بنجيبه من بره. ما بحبوش يبقى مقرمش قوي وناشف. انا بحس ان انا بجيبه من المخبز طعمه حلو بس بيبقى ناشف قوي. انا بحبه يبقى ناعم. زي ما انتوا شايفين عاملة طبعا كمية الشوكولاتة اكتر من كمية الفانيليا لان احنا بنحب الشوكولاتة اكتر. فيلا بينا مع بعض نعمل الوصفة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة ويا رب تعجبكم. أنا هنا عندي نص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة. تقدري تستعملي أي دهون، تقدري تحطي الزبدة، سمنة، زيت، بس ما يفضلش الزيت لأن هينشفها قوي. فممكن تخليها خليط نص زبدة مع زيت أو نص سمنة مع زيت. الاتنين بيخلوها تحفة. وأهم حاجة المواد الدهنية اللي انت هتحطيها تكوني انت بتحبي طعمها، عشان دي اللي هتظهر لك في الاخر. يعني ده اللي هيبقى الناتج الاخير. وحطيت عندي نص كوبايه سكر وهبتدي ان انا اضربهم زي ما انتوا شايفين بالمضرب الكهرباء. ممكن تعمليها بايدك، انا السكر مش طحناه. لو هتعمليها بايدك اطحنيه، وممكن كمان من غير المضرب. هو السكر ده ناعم مش بتاع التموين، ده ناعم، فما اخدش معايا وقت طويل واندمج مع الزبدة والفوليوم بتاعهم عالي والزبدة فتحت. اهم حاجة عندنا ان يندمج السكر مع الزبدة واللون بتاعها تلاقيه فتح كده، هتحسي ان هو واحد. تمام. وطبعا تجيبي كل الجوانب عشان خاطر كله يندمج مع بعضه، ما يبقاش في حتة معمولة كويس وحتة ثانية لا. تمام. بعد ما ضربتها والزبدة زي ما انتوا شايفين فتحت معايا، حطيت بيضة بدرجة حرارة الغرفة وكيسين فانيليا. خد بالك من الفانيليا اللي انت بتحطيها لان ممكن تغير لك طعم البسكوت. يفضل الفانيليا البودر، بلاش السايلة، معرفش انا ما بحبهاش، بس يفضل البودر في البسكوت ده بالذات. ونضرب كويس قوي لحد اما البيض يندمج مع السكر والزبدة ويبقوا خليط واحد. تمام. انا بضرب كويس قوي بالمضرب زي ما انتوا شايفين، وبجيب الجوانب بتاعتي علشان خاطر ما يبقاش في حاجة ان هي على جنب لازقة في الجنب ومش مضروبة كويس مع بقية المكونات. هنا انا عندي يا جماعة كوباية ونص دقيق. لازم تحطي الدقيق بالتدريج لان انواع الدقيق زي ما قلنا في فيديوهات كتيرة بتختلف. انا حطيت كوباية ونص ولو احتاجها احط معايا. وعندي نص معلقة بيكنج باودر وربع معلقة بيكنج صودا، ده عشان يرفع معايا الكوكي بس ما يرفعهاش قوي. يعني انا مش عايزاها تبقى مفروشة من الاخر كده، مش عايزاها تبقى مفروشه، عايزاها تبقى ملمومه زي ما احنا بنجيبها من بره. واخدت معلقتين كده هعملهم بالفانيليا على جنب والباقي هعمله بالكاكاو. هنا انا حطيت معلقه عندي كبيره كاكاو خام اسباني، هنحطه مع بعض ونبتدي ان احنا نقلب. طبعا زي ما انتوا شايفين العجينه لسه محتاجه معايا دهون، قصدي محتاجه معايا دقيق وكاكاو. فحطيت معلقه، يعني بالظبط حطيت معلقه ونص كاكاو في العجينه دي، وزودتها معلقتين اللي انا شلتهم. معلقتين الدقيق اللي انا شلتهم زودتها لحد اما لفيت العجينه كده بايدي. ما شققتش، هي ناعمه وما بتلزقش. يعني ما بتاخدش كتير معانا دقيق، ناخد بالنا من الموضوع ده. الدقيق اللي معايا خلاها ممتازه في كوبايه وتلات ارباع دقيق. فانت خدي بالك من الدقيق بتاعك برضو وكمية السوائل. والبيضة ممكن البيضة بتاعتك تبقى اكبر من البيضة بتاعتي، فناخد بالنا من الحاجات دي. والبيضة طبعا زودت الدقيق معايا لحد ما تلم معايا عجينة طرية ما بتلزقش وفي نفس الوقت طرية وناعمة. مش هتاخد منك دقيق كتير. تمام. وابتدي ان انا اعجنها. طبعا الطبق لقيته صغير فهنقلها في طبق اكبر بحيث ان انا اقدر ان انا اعجنها كويس. انا اللي انا بحطه بايدي ده رشات بسيطة جدا من الدقيق عشان انا بخاف اني ينشفها واضطر احط زبدة تاني. فنحط حاجات بسيطة لحد ما تبتدي معاكي انها تلم.
زي ما انتوا شايفين هي لمت معايا اهي تمام. اخدت معايا كمان، انا زي ما بقول لكم المقدار ده كله على بعضه اخد معايا كوبايه مليانه وتلات ارباع. فناخد بالنا من الموضوع ده. تمام، انا بلفها اهو زي ما انتوا شايفين ما بتشققش معايا، ممتازه. اهم حاجه ناخد بالنا من التركه دي. كده انا خلصت معايا، وهبتدي ان انا احطهم اشكلهم واحطهم في الصاج عندي كده. اجيب الصاج معايا. اهم حاجه ان انت تفرشيه ورق الزبده، ممكن تدهنيه، بس انا بحب افرش ورق الزبده عشان يضمن لي ان هو ما يلزقش فيها واضطر ان انا احرك. تمام، فانا حطيت ورق زبده هنا. ممكن ان انت اول ما تخرجيها على طول تحركيها كده عشان ما تلزقش في مكان. ببتدي ان انا عندي شوكولات شيبس زي ما انتوا شايفين، انا جايبه ب10 جنيه، كميه يعني قليله بسيطه بس هتكفي اللي انا عامله. ببتدي ان انا اقور، انا جنب الميزان بوزن على طول. الكوره اللي انا بعملها الكوكايه بتبقى 11 جرام، او على قد الليمونه يا جماعه، قد الليمونه، عشان احنا مش عايزينها تفرش قوي، عايزينها تبقى صغنونه يبقى شكلها اشيك. وببتدي ان انا احط الشوكليت. ممكن ان انت تحطي الكرة بتاعتك في الشوكليت وتمليها شوكولاتة، وممكن تحطي بالواحدة على حسب اللي انت عايزاه. وممكن كمان ان انت تحطهم كلهم، بس انا ما بفضلش يعني بتلزق كده والشوكولاتة اللي بتبقى من تحت بتتحرق. فزي ما انتوا شايفين انا حطيت بالواحدة اهي، وكان شكلها جميل جدا وشيك كده. فنعمل الكمية كلها، وزي ما انتوا شايفين الصاج خلص معايا، وفي حبة باقيين عجينة حطيتهم في صينية. فالكوباية وتلات ارباع عملوا معايا كمية محترمة زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو. هنا الصاج بعد ما طلع معايا يا جماعة انا حطيته تقريبا 11 دقيقة في الفرن، كان على درجة حرارة 180 ومسخناه قبلها بفترة، يعني قبل ما احطه بحوالي ربع ساعة. فاخد معايا 11 دقيقة بالظبط. انت على حسب انت عايزاه مقرمش اكتر من كده قعديه 13 دقيقة 14 دقيقة، لانه خد بالك هو اما بيتعرض للهواء بينشف اكتر. فناخد بالنا من الحتة دي. وانت بتحبيه مقرمش سيبيه شوية على النار كمان، يعني على حسب ما انت بتحبي ايه. انا بحبه يبقى طري شوية فطلعته من 10 دقايق ل 11 دقيقة. فناخد بالنا من التركات دي على حسب ذوقك وعلى حسب اللي انتوا بتحبوه في البيت. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو انتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه لو عجبتكم وصفتي. اتمنى ان الوصفات تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.